بعد ما تشوف الفيديو ده هتكون قادر انك تجمع اول $1000 ليك اونلاين في خلال شهر و23 يوم، ومن بعدها هيبقى عندك دخل شهري يتراوح من 200 ل $300 شهريا على الاقل. فلو عايز تعرف التفاصيل تابع الفيديو للنهاية ويلا نبدأ. كل سنة في شهر يناير بينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، وده واحد من أهم معارض الكتاب في الوطن العربي كله، ومن الأشهر والأكبر في العالم، لأن بيزوره حوالي من 7 ل 8 مليون شخص كل سنة، وبيشارك فيه أكتر من 1300 دار نشر، وكل دار نشر بتنشر عدد كبير جدا من الكتب، وبيوصل لأنه يبقى فيه كل سنة أكتر من 10,000 كتاب جديد بينزل في معرض الكتاب بس، اللي هو تقريبا 10 أيام. لكن المهم هنا إيه؟ المهم إن كل كاتب بيكتب كتاب وينزله في معرض الكتاب بيشتغل عليه تسويق بشكل كبير جدا، لأنه بيبقى عنده هدف إن هو يكون من الأكثر مبيعا في دار النشر اللي هو فيها، وكل دار نشر بتسوق لكل الكتب اللي نزلتها عشان بيبقى عندها هدف إنها تبقى من الأكثر مبيعا في معرض الكتاب ككل. بالتالي بنزور 10,000 كتاب جديد، معناه إن أنت عندك 10,000 عنوان ترند في جوجل وفي اليوتيوب. ومش بس كده، هتلاقي كمان اقتباسات من الكتب دي بتنزل على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك، وكمان تيك توك بالذات اللي بقى عنده هاشتاج او منصة داخل المنصة اسمها بوك توك. طيب ده كله هيفيدك بايه، وازاي اصلا ممكن تحقق دخل كبير من الموضوع ده؟ خليني اقول لك واحدة واحدة. اول حاجة، احنا عندنا منصتين كبار قوي في الوطن العربي للكتب، لبيع الكتب وتوصيلها للمنازل في اي مكان في العالم، وهم نيل وفرات وسند الكتب او جمل. طيب المنصتين دول عندهم ميزة حلوة جدا، غير ان هم بيوصلوا الكتب لحد البيت، وغير ان بيقبلوا وسائل دفع كتير جدا، لكن عندهم كمان نظام للمسوقين، وهو انك بتاخد تقريبا من 10 ل 25% من سعر الكتاب لو انت جبت مشتري ليه. يعني مثلا كتاب زي الاب الغني والاب الفقير ده، لو انت جبت مشتري ليه هتاخد $3 و10 سنت. فدي نسبة حلوة جدا، ده لو حسبنا على نسبة ال10%، مش ال15 ولا ال25 في بعض الكتب وفي بعض الأوقات، ومنها معرض الكتاب. طيب ازاي بقى تقدر انك تشترك في المنصات دي وتسوق الكتب؟ الاشتراك في المنصات سهل، هتخش على المنصة او هتبحث في جوجل، هتكتب افيليت سيستم نيل وفرات، او افيليت سيستم او تسويق بالعمولة سند الكتب، وبس هتسجل، ويبقى عندك لوحة تحكم شكلها سهل جدا، تحط فيها الكتاب وتاخد لينك الافيليت بتاعه وتعرضه للناس، وكل واحد يخش يشتري الكتاب من خلال اللينك ده. ومش شرط الكتاب اللي انت عارضه بس، اي كتاب من خلال اللينك هتاخد العمولة بتاعتك. طيب لحد هنا احنا عرفنا كده بشكل عام الفلوس هتيجي منين. طيب ازاي نجيب المشتريين، وازاي نزود دخلنا كمان شوية؟ هيبقى عندك طريقين. طريق انك تعمل مدونة او موقع وتعرض فيه الكتب اللي لسه نازلة، او قناة يوتيوب. طبعا في الحالتين انت داخل على موسم عظيم جدا في موسم معرض الكتاب، لان مش بس الناس هتقرا الكتب الجديدة فيه، لكن لا، هو بيرجع لهم شغف القراية بشكل عام، سواء للكتب والروايات اللي كان جايبها وما قراهاش، او للكتب اللي لسه نازلة جديد لو كتاب بيحبهم زي محمد صادق واحمد مراد واحمد خالد توفيق وغيره. اول طريق معانا ان احنا نعمل مدونة. هتكتب في جوجل كلمة بلوجر، لما تخش عليه هيفتح لك الصفحة دي، هتكتب هنا اسم الموقع بتاعك أو موقع الكتب اللي أنت عايزه، ممكن تسميه نادي الكتاب، ممكن أي حاجة، أنا أسميه نادي ستارت، وندوس التاني. هنكتب هنا ده الدومين بتاعك، فهنخليه نت ستارت، أكيد متاخد، فهنعمل إيه؟ هنا بيقول لك إن العنوان متاح، هتدوس التالي. هنا بيقول لك عايز اسمك المعروض في الموقع اللي هينشر المقالات يبقى اسمه إيه، هنكتب أي حاجة وندوس إنهاء. وبعدها هتلاقي الموقع هنا ظهر عندك بالشكل ده. كده انت عندك موقع موجود على النت، اتعمل تقريبا في دقيقة، فانت دلوقتي بس ناقص لك التنسيق وتهيئته لمحركات البحث، ودي حاجات مش صعبة جدا. هتكتب في يوتيوب ازاي تنسق مدونة بلوجر، ازاي اهيئ مدونة بلوجر لمحركات البحث، وكل حاجة هتبقى جاهزة. دلوقتي بس الجزء الأهم هو المقالات، ازاي تنشر مقال جديد عليه. هتدوس مشاركة جديدة، هتكتب هنا العنوان، تعال نختار كتاب مثلا هنشتغل عليه، مثلا خلينا ايه
في الرواية افضل. مثلا الوحوش لأيمن العبدون، ده كتاب ب 700 جنيه، فدي حاجة حلوة جدا. ماشي، هنقول له مثلا مراجعة رواية. ممكن تدور اكتر على عناوين المواقع كتب بتكتبها عشان تعرف ايه الشكل الجذاب اكتر وتكتب زيهم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح لشات جي بي تي، نقول له عاوز اكتب مقال باسلوب بشري تماما متوافق مع حركات البحث من خلال هذا الرابط. طبعا انت مش هتحط الرابط ده، انت هتحط الرابط بتاعك اللي هتاخده. انا بس المشكله والله ان انا مش عايز اتاخر عليكم، النت عندي تقيل جدا. يعني انت لو هتلاحظ ان انا بقطع كتير عشان النت بطيء جدا النهارده، مش عارف ليه. فمش عايز اتاخر عليكم في الفيديو، لكن الموضوع كله بسيط جدا. هتسجل هتلاقي الموضوع كله سهل. هتاخد الرابط بتاعك، ليكن مثلا على سبيل المثال ان الرابط ده نبعته لشات جي بي تي وبس كده. تمام، هو هنا عامل لنا مقال صغير شويه بس تمام، يعني يفي بالغرض. ممكن تستخدم كمان ديب سيك، الجودة بتاعته كويسة جدا. أنا بس شرحت على شات جي بي تي عشان الدنيا أسهل. يعني ديب سيك أتقل شوية والنت عندي تقيل. فهناخد المقال كده وباللينك كمان بتاعك وهناخده نحطه هنا. بس كده يبقى عندك المقال بالشكل ده. طبعا ده مقال وحش جدا. تمام بقى، ممكن تجرب تاني على جروك أو ديب سيك. ديب سيك بالذات ممتاز جدا، لكن أنا عندي النسخة أصلا مجانية، شات جي بي تي 5 كمان خلص عندي. فانت لو حتى جربت شات جي بي تي هيطلع لك نتائج افضل من عندي، ولما تجرب ديب سيك هتبقى الدنيا احسن بكتير. تمام، وبس كده هتدوس هتحط تصنيف مثلا روايات سورية عشان الكاتب ايمن العتوم سوري، ودوس نشر. بقى عندك مقال ممكن الناس تخش تشتريه. وكل مقال هتنزله هيكون عندك بحث دائم. مقال عن رواية عليها مثلا 200 300 بحث شهري. مقال عن روايات مثلا زي روايات أحمد مراد، أول لما تنزل ممكن توصل لحد مليون بحث، وبعد كده يبدأ ينزل شوية لحد 200,000 100,000 50,000 وهكذا. فلما يكون عندك كمية كبيرة هتكسب أكتر بكتير. هنخش على النقطة التانية وهي اليوتيوب. من أفضل الطرق اللي ممكن تروج للروايات بيها، أو مش تروج للروايات، إنك تظهر بيها للناس اللي بتبحث عن الرواية وتروج للرابط الشراء بتاعك، هي اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك. خلينا نشرح هنا على اليوتيوب عشان الدنيا اسهل يعني. هنخش هنا نلاقي هل اصلا الموضوع بيجيب زيارات ولا لا. هتلاقي هنا مثلا كتاب ممتلئ بالفراغ جايب 350 الف مشاهدة. ننزل تحت عشان دي بلاي ليست. هنا 381 الف مشاهدة. فن الحرب مليون مشاهدة. فتاة البرتقال 700 الف مشاهدة. لكن هو هنا الفكرة ان مش فاكر اسمه صراحة بس بحبه جدا. عنده جماهيرية كبيرة أصلا، فاهمني. 1984، ودي رواية يعني شائكة شوية، فدايما بيبقى عليها بحث. نص مليون مشاهدة. كتاب الأمير لميكافيلي 665 ألف مشاهدة. فالموضوع عليه بحث كبير جدا. طيب أنت هتعمل إيه؟ هتخش لشات جي بي تي أو جروك تقول له راجع لي رواية كذا، أو اعمل لي سكريبت فيديو لرواية كذا أو لكتاب كذا. تمام، هيعمل لك السكريبت ويديهولك وبعدين هتسجله. طيب انت مش عايز تسجل بصوتك، ممكن تعمل ايه؟ ممكن تروح للأداة دي اللي هي 11 لابس. دي أداة بتحول النص لصوت. فهتخش هتسجل فيها، هتدوس على أول خيار هنا ده وتختار الصوت اللي يعجبك من هنا. نكتب عربي. هتلاقي أصوات كتير جدا ممكن تختار منها. أهلا، يبدو أن هناك بعض التعقيدات. تلاقي صوت تاني. أهلا، يبدو أن هناك بعض التعقيدات، لكن Explore the complex history of humanity. ده الصوت اللي أنا مختاره. احذروا شو، اليوم بدي أحكي لكم عن موضوع كتير مهم وغير حياة ناس كتير. طيب تعال نجرب دلوقتي مثلا هنتكلم النهارده عن
هذا انا على فكرة. وبعدين هندوس هنا جنريت، هيبدأ يولد لك الصوت. هنتكلم النهاردة عن رواية كامو للكاتب أحمد سمير حسن. صوت حلو جدا، وممكن لما تحط عليه كمان موسيقى خلفية هيبقى أحسن بكتير. ولحد هنا تقريبا خلصنا، لكن خليني أراجع معاك بعض النقاط. أول حاجة، المواقع دي أنت تقدر تبيع من عليها عدد كبير جدا من الكتب، لأن مع نزول الكتب في معرض الكتاب بيبقى فيه ضغط على دور النشر، فمش بتقدر إنها توزع الكتب دوليا بسرعة، لأن الموضوع بياخد كده شوية إجراءات كتير. فالكتب بتتوفر الأول وأسرع على المواقع دي زي نيل وفرات وسند الكتب. فأنت هيبقى عندك ضغط كبير جدا، فأنت مع كل فيديو أو مقال هتنزله عن كتاب جديد هتلاقي ناس كتير جدا مش عارفة تشتريها ازاي في بلدها. فلما تلاقي انك حاطط رابط الشراء بتاعك هيشتروا بسهولة جدا، خاصة إن السعر مش فارق كتير قوي عن السعر الموجود في السوق عندنا، خاصة أكتر إن في كتاب عرب بينشروا في معرض الكتاب مع دور نشر مصرية، والكتاب بيوصل لهم متأخر جدا هناك. يعني مثلا عندنا سبق النيل، دي كاتبة سودانية لسه معلنة إنها هتنزل كتاب أو هتنزل رواية في معرض الكتاب الجاي. والفكرة إن الكتاب عقبال لما يوصل أصلا أو يبدأ يتوزع في السودان، خاصة يعني السودان فيها مشاكل حاليا، هياخد له كام شهر. فهي ككاتبة البوست بتاعها أصلا جايب 15,000 لايك. لما جمهورها هيلاقي إنك حاطط الكتاب برابط شراء بيوصل للسودان هيشتروا منك بسرعة جدا. كذلك مثلا كاتب زي أحمد مزارد، كاتب زي محمد صادق، زي عمرو عبد الحميد، الناس دي بيبقى عليها طلب كبير جدا على الروايات بتاعتها من دول الخليج والدول العربية بشكل عام، والناس حتى اللي بره الدول العربية وعايزين الكتب الجديدة، فممكن يشتروا من خلالك. طيب، عشان توصل ل$1000 بقى من المواقع دي انت مش محتاج مجهود ابدا، انت محتاج بس تختار كام كاتب كده يكونوا اعلنوا على رواياتهم، وتقرر ان اول ما ينزلوا انت هتعمل مقال مثلا او فيديو عنهم على فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وتيك توك، او تعمل مقال وتبدا انك تشيره برضه على المواقع والكلام ده. فالناس لما تبدا الكتاب ينزل والناس تبدا تدور عنه هتلاقي انك حاطط رابط الشراء فهيشتروا من عندك على طول. والاهم من ده كله انك حتى بعد معرض الكتاب هتلاقي ان قناتك على اليوتيوب اتفعلت ربح، فبقى عندك مصدر دخل كويس جدا. هتلاقي انك خلاص انت بدأت انك تجيب كتب وتعمل مراجعات حتى بعد معرض الكتاب، فالناس تبدأ تتابعك. الموقع بتاعك هتلاقيه اتقبل في جوجل ادسنس، حطيت اعلانات وبدأت تكسب منه، خاصة انك مش مخالف ولا بتحط رابط تحميل PDF. فالموضوع هيبقى مربح معاك من كل الاتجاهات، وهيوفر لك شوية وقت انك تهرب من زحمة العالم وتقرا شوية كتب أو شوية روايات وتفصل خالص وتشرب قهوة وتستناني في الفيديو الجاي. سلام.